الغريبة يا أحمد أنه ما بين إصابتك الأولى وإصابتك الثانية تقريبا 10-11 شهر. الغريبة أنه سمعت أنه حاولت في هذه الفترة العودة إلى العمل، معقول؟ حصل فعلا. أنا الإصابة الأولانية كانت تقيلة شوية. كان في غير إصابتي في عيني كان في نزيف على الرئة، ده اللي قعدني في البيت تقريبا شهر بحاله أو شهر ونص. أنا حاولت أرجع لطبيب أسنان من 1/3 ل1/6، بس مشكلة انه البعد الثالث مش موجود بعين واحدة، فكان محتاج مني يعني شغل مجهود اكتر، وانا كنت حضرتك عارف بتعامل مع بني ادمين، فما ينفع يعني. انا حسيت ان هي صعب ان انا اجرب اكيد. فاعتذرت وقدمت في بنك وقبلت، لكن للاسف كنت هبتدي الشغل فيه من 1/12، وربنا اراد ان انا اتصاب تاني، فان شاء الله هشوف حاجه تانية. كيف كانت الاصابه الثانيه؟ كانت في محمد محمود الساعه 3 الفجر، خرطوش برضه يعني زي الاصابه الاولانيه على كوبري قصر النيل، خرطوش. بس الاصابه الاولانيه كانت اتقل شويه، دي كانت بليه واحده بس في عيني. الاصابه الاولانيه كانت كتير، كان المسافه اقل، هما الاثنين مسافتين قصيرين يعني، بس 64 بليه في دماغي و6 في رقبتي و4 في صدري، وفضلت في غيبوبه 3 ايام. الموضوع كان تقيل شويه، والحمد لله ربنا عافاني نور مكانه في القلوب، أحضن خيوط شمس الغروب، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب، يكس ضعف وخوف جبان، لكن الأمل يفتح بيبان، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب، المس خضار الشجر، حس بضياء القمر، انقش قلوب على الحجر، على شيء ما تندمش، يمك اوام عدي، امشي الطريق امشي، العمر يروي غير قلبي ما يخافش. النور مكانه في القلوب، احضن خيوط شمس الغروب، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب، في ناس كتير ترضى المصير، وناس تشوف بضمير ضرير، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب، حلي مرار ليام، لسه الحياة قدام، وملون الأحلام، واوعى ما تضحكش، جسدك في قلبه الروح، تداوي كل
مكان